يقول صاحب القصة: أنا اسمي محمد. قصتي بدأت من لما أمي وأبويا تزوجوا. أمي وأبويا بينهم قرابة، أمي تصير لأبويا بنت خالة. أول ما تزوجوا أمي سكنت عند أهل أبويا. أمي وأبويا ما جابوا أي ولد أو بنت لمدة 4 سنين. سافروا أمي وأبويا لمكة عشان يدعون ربي إنه يرزقهم الذرية الصالحة. ويوم خلصوا وهم راجعين، خالة أمي دقت على أمي وقالت لها إني أنا حلمت فيك إنك جبتي بنت. وأمي مرة فرحت واعتبرتها إن هذه استجابة لدعواتها إن شاء الله. بعد كم يوم رجعوا البيت أهل أبويا، وبعد بكم أسبوع فحصت أمي وطلعت إنها حامل، وفرحت فرح كبير وكان عيد بالعيلة. جات بنوتة حلوة، وبعد 2 جابوا ولد، وبعدها بسنة جيت أنا. وطبعا بعدها صارت مشاكل في بيت أهل أبويا تشيب الراس. عمتي كانت بس تقهر أمي، كل يوم تضربني عشان أبكي وأروح أشتكي لأمي، وأمي ينحرق قلبها وما تقدر تسوي شيء عشان تدافع عني. تحملت أمي أشياء كثيرة بس ما عاد قدرت تتحمل أكثر. بعد فترة زعلت من أبويا ورجعت البيت أهلها، وقالت لأبويا ماني راجعة إلى ما تسكنني في بيت الحالي. وأبويا حاول فيها أنه يراضيها لكن أبدا ما نفع معاها، وشرطها ما تنازلت عنه. بعدها أبويا سكن أمي في شقة مو ذيك الفخامة، ونقول عنها الشقة أقل من عادية، لكن عشان أمي ترجع له. كان خايف على عياله أنهم يتفرقوا ويضيعوا ما بين أم وأب، كونوا منفصلين. بعد ما سكننا في الشقة أتوقع عمري وقتها 4-5 سنين كذا، فجأة أبوي تزوج على أمي وما قال لها، وما عرفنا إلا بعد 2 من زواجه. وأمي مرة زعلت ورجعت البيت أهلها، وأبوي جلس يترجاها ويقول لها حرام عليك، ارجعي لي، ارجعي عشان عيالك ما يضيعون، وما راح أظلمك ولا أخليها تقرب منك، بس لا تضيعين العيال بمشاكلنا. وأمي يا الله رجعت بعد عنا وألف ترضية. وصلنا أنا وأخويا للصف الخامس. طبعا أخويا أكبر مني بسنة لكنه تأخر سنة عن الدراسة عشان نصير كلنا في نفس المرحلة ومع بعض في فصل واحد. لما صرنا 5 ابتدائي أمي رجعت زعلت من أبويا بسبب زوجته الثانية. مو المشكلة أنهم يتضاربوا، دائما هي وأبويا يتضاربون، المشكلة أنهم يتضاربون قدامنا، وأنا وأخواني نجري ونتخبى في الغرفة ونسكر الباب ونبكي ونسمع صراخهم. كنا نخاف ونبكي تجفي لما يسكتون. بعد هذه المشكلة أمي لبست عبايتها وراحت البيت أهلها مشي. البيت قريب، يبعد مشي تقريبا 5 دقايق بس هذه المرة خلاص أبويا وصلت معاه منها وسحب عليها، ولا قال لها شيء ولا راضاها ولا سأل عنها. كنا ساكنين أنا وأخواني عند أمي إلين ما خلصنا من صف 5. ويوم نبغى ننتقل للصف السادس أبويا أخذ ملفاتنا من مدرستنا بدون علم أمي ونقلنا في مدرسة عند قرية أهل أبويا. أهل أبويا يبعدون عن بيت أهل أمي تقريبا 30 كيلو. أختي سكنت عند أمي وكملت هناك، وأنا وأخويا لأن أبويا نقل ملفاتنا انجبرنا نسكن في بيت جدي اللي هو يعني بيت أهل أبويا. وأول ما نقلنا كنت أبكي بكى لدرجة إني خلاص ما عاد صرت أحس بنفسي. وأبويا يقول ما عليك يا ولدي، والله كل يوم أوديك تشوف أمك، ما عليك. وأنا أصرخ أقول لا أبغى أمي أبغى أمي أبغى أمي. لين أبوي ما فصل عليه وقال اسكت، وغصبا عنك بتدرس هنا، لا تبكي خليك رجال لأن مالك أصلا إلا هنا. فجرت من داخلي وكتمت شيء ما يعلم فيه إلا الله إلى ما خرج أبويا من الغرفة، وبعدها انفجرت أبكي بكى. وأخوي ما كان صار شيء جنبي، نايم مكبر المخدة ونايم. ومن بكرة أول ما شفت أبويا قلت له ودينا عند أمي، أبغى أشوف أمي. حزن علي من كثر ما بكيت وداني، وقلت له قبل أنزل أبغى أنام عندها وبكرة أرجع. قال طيب. جاء اليوم الثاني على أساس إني أرجع، أبويا ما جاء. استغربت إنه ما جاني يوم يومين ما جاء. جلست عند أمي 2 أسبوع، وأخويا بدأ يروح المدرسة الحالة، وجاء في العطلة ويكند نهاية الأسبوع ويقول لي الملعب حق المدرسة فخم وكبير، أنصحك تجي. عاد أخويا ما همه أمي، عادي عنده، لكن أنا كنت أقول له أنت غبي، أنت همك الملعب وأمي ما تهمك، ما تتحس على دمك. بعد 2 أسبوع رجعت بيت أبويا ودرست، والفصل غريب علي، كلهم يختلفون عن فصلي القديم. كانت شهور مزعجة بس غصبا عني تعودت إلين ما صرت في 2 متوسط. طبعا نسيت أقول لكم إن أبويا يضربنا يده طويلة على أي شيء، على أتفه الأسباب. وجدي وأعمامي يعاملونا معاملة كيس الرمل، أكياس الرمل، كل من اشتهى يضرب ضربنا. وإحنا طبعا ما صرنا نشوف أمي إلا جمعة وسبت، الأيام كلها في بيت أهل أبويا، نروح المدرسة نرجع من المدرسة. ودايما كل خميس تصير مشكلة، لأن عمي الخبيث ما يبغانا نروح لأمي، بس يبغانا نجلس عند جدي وجدتي نخدمهم كأننا عمال. وعندهم عادة في الأسبوع لازم 2 يوم يسوون فيه عزيمة، الثلاثاء والخميس. كان دايما يوم الثلاثاء علي ويوم الخميس على أخوي، نسوي القهوة والشاي للرجال
وكل خميس لازم أبكي وأهين نفسي بس عشان أشوف أمي اللي تسوى الدنيا. كنت أبكي عشان عمي ما يسوي مشاكل ويرحمني ويوديني لأمي. ويوم من الأيام في رمضان دايما أعمامي وعماتي يجتمعون في بيت جدي عشان يفطرون مع بعض. كنا كلنا صايمين لكن إحنا بس اللي نخدمهم، نسوي القهوة والشاهي ونجيب التمر ونحط لهم الموية، ما نجلس ولا نرتاح. يوم من الأيام جدي ضربني ضرب قوي والسبب تافه جدا. بعدها انفجرت وطلعت من البيت متجه لأمي والبيت أهل أمي وراجع لها لأني تعبت بدونها. مستوعبين أني راجع مشي البيت أهل أمي من القرية وأنا أمشي وأبكي؟ مشيت تقريبا 4 أو 5 كيلو. كان في واحد مطوع شافني أبكي وشافني لوحدي، قال لي ولدي إيش فيك؟ أنا أشوفك من اليوم تمشي لحالك، إيش بك؟ وين رايح؟ وأنا أبكي أقول له رايح للمكان الفلاني. ضحك قال من جدك؟ قلت له إيوه أبغى أروح لأمي. بعدها سحبت عليه وكملت مشي. وجاني ثاني مرة وقال لي ولدي تعال اركب معايا وما يصير خاطره كله طيب. وأصر علي وركبت معه وقال لي إيش سالفتك؟ وقلت له السالفة وإني مجبورة أعيش مع أهل أبويا وأنا ما أبغاهم ولا أبغى أكون خادم لهم. وقال يا أخي يمكن جدك ما يدري إنك الحين طلعت من البيت ويخاف عليك، خليني أرجعك البيت جدك. ومسحها في وجهي وأنا أبكي بقوة. قلت له لا وديني البيت أمي. ونصحني وحاول إنه يرجعني وحاول إنه يخليني أرجع لهم. قلت لا أبداً. المهم جاي يبغى يوديني البيت أهل أمي. تذكر إن سيارته ما فيها بنزين ورجع يعبي بنزين في القرية حقت أهل أبويا. وسألني إيش اسم أبوك؟ قلت له فلان الفلاني. فلان بن فلان ما غيره؟ قلت له أيوة. قال هو اللي في الشركة الفلانية؟ قلت له أيوة. قال يا أخي والله إن أبوك طيب وجدك أعرفهم ناس طيبين وما تطلع منهم العيبة، كيف كذا؟ كيف تتركهم؟ خلاص استهدي بالله، خليني أرجعك لهم. وقلت له لا. نصحني وحاول فيني إلين ما وافقت من كثر ما يصر علي. إلين ما جاء يبغى يرجعني قلت له رجعني لكن ابعد عن البيت، أبغى أرتاح شوية بعيد عنهم. بعدني جلست شوية ورجعت البيت وما حد أعطاني وجه ولا كأني اختفيت ولا كأنهم فقدوني. كبرت وصرت الحين في الثانوي وعندي 5 أخوان من أبويا من زوجته الثانية. وللحين وأنا ودي أرجع أسكن عند أمي لكن ما أقدر. طبعا دائما كل ما أقول لأمي ليه ما تروحين للمحكمة وتخلعين أبويا دام رافض يطلق، تقول أخاف تسحرني عمتك أو زوجة أبوك. وللحين ما آمن في السحر لكن ما أدري أمي تغير رايها ولا لا. انتهت القصة.